محمد هاني مين ظلمه ولعبه كوره؟ يعني انا دايما بقول محمد هاني اللعيب المحترم، اللعيب اللي ما بنسمعش صوته في التجديد، اللعيب اللي ما تصريحاته قليله، اللعيب اللي كلامه قليل، اللعيب اللي قلبه على الفانيلا. وماشي هي ماتشات دوري وبتعدي، يعني هنقول ماتشات دوري وبتعدي، لكن ايه يا اسطى، ايه يا اسطى اللي انت عملته النهارده ده؟ فاول ملوش اي 30 لازمه، يجيب لنا عرضيه ملهاش اي 30 لازمه، وسام ابو علي وهو بيحاول يشتت يحيى عطيه الله يروح خبطه في ظهره يغير اتجاه الكوره تروح. الشناوي اموت وافهم بيوطي ليه، يعني هو وطى وما رفعش ايده، يعني انا نموت ونفهم الشناوي بيوطي ليه. يدخل فيك الجون الاولاني جون زي الضربه على القفا، وانت مالكش شكل، ما عملتش ولا هجمه، ما عملتش اي حاجه خطيره. مسكت الكوره كده على فترات، بس بتمسك الكوره وترجعها لورا، بتمسك الكوره وترجعها لورا. عارفين الماتش ده فكرني بكوره مين؟ فكرني بكوره حسام البدري، اللي هو الاستحواذ السلبي. وده الشوط الاول مش الشوط الثاني، الشوط الثاني انا ما جيتش، انا بتكلم عن الشوط الاول. ولاعيبه الاهلي ما عندهاش فكره عن التشتيت ازاي، يعني في اكتر من فرصه وربنا ستر، يعني اللي هو اللعيب يبقى اللعيب بتاع بالميراس بيضغط عليه، هو استلم الكرة تحت ضغط، لعيب بالميراس لسه ايه بيضغط، فبدل ما يروح مرجع للشناوي او المدافع اللي وراه او اللاعب اللي وراه على طول، لا يروح مطول بالكرة ولافف وراجع وعادل لقدام، او يروح مطول الكرة جاري بيها مقرب للشناوي نقول هيباصيله ويروح مباصيها عرض الملعب. طب انت باصص لو في لعيب جاي ما تباصي للشناوي يا حبيبي وتلعب السهل على طول، مع ان الشناوي اصلا يعني ما يتبصلوش، بس دي امان عن اللي انت بتعمله ده. وخصوصا ان لعيبه الاهلي النهارده مفتقده اساسيات استلام الكوره، يعني مفيش حد في الملعب عارف يستلم كوره قادر ان هو يعمل حاجه مختلفه، ولا ان هو يسلم ويستلم، ولا يباص ويطلع يجري عشان يستلم تاني، ولا يستلم كوره ويشوطها عدل، ولا يستلم كوره ويعمل اسيست. مفيش، انت مش موجود، انت مش موجود. بيجي الهدف التاني، زيزو انا مش فاهم لا رفع الكرة دي كده ليه، وليه يبقى في 4 لعيبه زايدين في نص ملعب الخصم ورا زيزو، لكن انتوا ليه يا باشا معدي نص الملعب طالما انت مش هتأدي دور؟ اصل هو مش هيلعب الفاول ان هو يبصهولك لورا، هو الفاول طبيعي هيتلعب لقدام، انت مقرب كده ليه في نص ملعب الخصم؟ ما ترجع ورا يا باشا عشان تعمل التغطيه بتاعت المرتده. زيزو بيلعبها بشكل غريب مستفز، الكرة تروح تخبط في دماغ لعيب من بتوع بالميرس، باص في التاني حمدي بيه فتحي يكسل انه يتزحلق، غالبا الكبسه اللي كان بياكلها في قطر يعني خلت عنده كرش شويه، فاللي هو ماسك بطنه ومش قادر وكده، الكره تعدي تروح انفراد، يجي الاستاذ محمد هاني اللي كان سايب الناحيه اليمين تماما ورايح الناحيه الشمال بيجري ويروح عامل تاكل ملوش اي 30 لازمه عشان محمد بيه الشناوي الكره برده تعدي من تحت ايده. الجون بيطلع كده، يعني الجون في الانفرادات بيطلع فاتح ايديه ورجليه اللي هو يسد المرمى، انت طالع مكسوف وبتترمي على اليمين، انت طالع متزحلق على اليمين